اوعى ايدك يعني عادي ولا عادي. انتقادات كبرى للفنان احمد عبد العزيز بعد اكتر من موقف غريب عمله في عزاء الراحله شيرين سيف النصر. ترى عمل ايه؟ يلا احكي لكم الحكايه وصدق او لا تصدق مع الصحفي احمد الجدي. اول حاجه عملها الفنان احمد عبد العزيز هو انه يعني زعق لشخص من ذوي الهمم حاول يتصور معاه وهو رايح العزاء، وقال له نزل ايدك ولا امشي. وطبعا الفيديو تم تداوله وسط حاله غضب كبيره على الفنان احمد عبد العزيز وانتقاد ليه لانه تعامل مع شخص من ذوي الهمم بهذه الطريقه. طبعا ممكن نعذره لو اتعامل معاه كده قبل ما الولد يتكلم ويشرح له، فكان من باب اولى انه يرجع له ويراضيه، لانه كل همه انه يتصور معاه وما عندوش وعي كافي بان الفنان احمد عبد العزيز رايح عزا لصديقه من صديقاته ومن جيله. الموقف التاني اللي عمله الفنان احمد عبد العزيز في العزا برضو ان واحد دخل وهو ماشي عشان يتصور معاه سيلفي فضربه على ايده وكاد ان الموبايل يسقط من ايد هذا الشاب، ولكنه بعد نفسه وكمل الاستاذ احمد عبد العزيز طريقه الى العزا ووجه كلامه بقى للكاميرات اللي بتصور، ودي صفحات يعني على السوشيال ميديا بتعمل لايفات، وقال لهم كفايه بقى كده كفايه بقى كده وراح واخد بعضه وماشي. طبعا هجوم شرس على الفنان احمد عبد العزيز بسبب الموقف ده، ولكن هناك رايين. الراي الاغلب هو انتقاد احمد عبد العزيز على التصرفات اللي عملها مع ناس المفروض بتحبه، اي نعم في وقت غير اللي المفروض يحصل فيه الصور والكلام ده كله، بس هم ما عندهمش وعي لده. ورأي تاني بيقول إن الراجل في حالة حزن شديدة بسبب رحيل صديقة من صديقات عمره وفنانة اشتغل معاها كتير. وطبعا الرأي النهائي ليكم، رأيك إيه في اللي عمله الفنان أحمد عبد العزيز؟ اكتب في الكومنتات.